ما احلى البدايات لما تكون بانتصار، ومش انتصار عادي، لا ده بفوز على ارضك وسط جمهورك بأداء مميز، والفوز بنتيجة 4-1 على فريق كبير زي فريق شبيبة القبائل الجزائري في أول مباراة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا. النهاردة فوز بريحة النادي الأهلي. النادي الأهلي النهاردة كان هو الفعل وليس رد الفعل. النادي الأهلي النهاردة ما استناش كتير، يا دوبك أول 20 دقيقة في المباراة وابتدى المارد الاحمر يفرض سيطرته وهيمنته على اجواء المباراه، وده اللي شفناه. ولو رجعنا لاحصائيات المباراه هنشوف ان النادي الاهلي النهارده كان الاكثر استحواذا ب 61%. ومش بس كده، النادي الاهلي النهارده كان الاكثر تسديد على المرمى ب 18 تسديده، منهم 7 تسديدات على المرمى. قدر النادي الاهلي يسجل منهم 4 اهداف، والغله كانت ممكن تكون اكتر من كده لو كان الفينش عند لعيبه النادي الاهلي افضل، ولو كان روح الانانيه قلت شويه عند لعيبه النادي الاهلي. كان المباراه النهارده قادره تخرج بسكور كبير جدا، ولكن بتخلص المباراه بنتيجه 4-1 واول فوز للنادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا. لو رجعنا لاهم لقطات المباراه هنرجع للمدير الفني للنادي الاهلي وهو يستروب. يستروب اللي بيبين شخصيه قويه جدا للنادي الاهلي، بيبين ان هو مدرب بروح النادي الاهلي، بشخصيه النادي الاهلي، مدرب حماسي، مدرب ما بيقعدش على الدكه كتير، مدرب طول ال 90 دقيقه واقف بيدي تعليماته وتوجيهاته للعيبه اللي قادره تنفذها بنسبه 99%. دفاعيا شفنا تحسن واضح في اداء ياسر ابراهيم وياسين مرعي، وابتدى الانسجام يكون ما بينهم الفتره الاخيره. واضح جدا تاثير يستروب على دفاعات النادي الاهلي، وبالاخص لما حط 2 اقوياء في نص الملعب زي ديانج ومروان عطيه، قادرين يشيلوا كتير جدا عن ياسر ابراهيم وياسين مرعي. فبالتالي قادرين نشوف منظومه دفاعيه شبه متكامله للنادي الاهلي، تنقصها بعض الاشياء ولكن من اداء احسن الى احسن في منظومه الدفاع النادي الاهلي. يستروب قادر يفرض شخصيه، يستروب قادر يسيطر على اللعيبه، ليه تكتيك، ليه فكر واضح جدا، وبنشوفه في الملعب الفتره الاخيره من تحركات، من تمركزات لعيبه. يستروب مدرب عالمي بشخصيه النادي الاهلي. ومن اللقطات المهمه جدا واهم اللقطات اللي في المباراه النهارده، محمود تريزيجيه النهارده بيسجل هدفين وبيثبت ان هو قد ثقه جماهير النادي الاهلي فيه. وبيرجع محمود تريزيجيه اللي كل جماهير النادي الاهلي كانت مستنياه اول ما النادي الاهلي اتعاقد معاه. النهارده تريزيجيه بيثبت ان هو من افضل الافضل، سجل في كل البطولات اللي لعبها مع النادي الاهلي الموسم ده، والنهارده بيقدر يسجل هدفين. مفيش ولا احلى ولا اشيك ولا اروع من احمد السيد زيزو، اللي مستمر ان هو يحافظ على مساهمته بالاهداف مع النادي الاهلي. النهارده زيزو بيقدر يصنع الهدف الاول لمحمود تريزيجيه من ركنيه رائعه، وكعادته احمد السيد زيزو وركنياته وعرضياته اللي مفيش اي حد بيقدر يختلف عليها. ده غير اللي لو سهيت عليه لحظات هيعمل خطوره على المرمى، وده اللي شفناه.